كالعاده ريال مدريد ما يستغل الفرص اللي يقدمها له نادي برشلونه، وخسر اليوم امام اوساسونا بخارج ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد باخر الدقائق، وبسبب غباء اسينسيو وباقي المدافعين. هاي التشكيله اللي لعب بيها ربيلو اليوم غير الخط الدفاعي كليا ما عدا كاريراس عن مباراه بنفيكا اللي فاز بها 1-0، خلى كارفاخال، كاريراس، الابا واسينسيو. احنا نعرف انه هويسن انصاب، زين انت ليش ما تلعب روديجر؟ روديجر باخر مباراه ضد بنفيكا قدم اداء كلش زين. ارنولد اون فاير اخر جولتين بالدوري الاسباني وبدوري الابطال، ارنولد اون فاير. ارنولد ما يتوقف، جاي يصنع ويساهم، لاعب اداءه ممتاز وثابت. ليش ما تلعبه؟ يا اخي انا ما اعرف سبب خساره ريال مدريد اليوم هو اربلوا المدافعين. انت تعرف انه اسينسيو من افشل المدافعين بالعالم، اكثر مدافع منفوخ بالعالم، باع لقطه الهدف الثاني. ماكو هيك مدافع صراحه، مدافع منفوخ. فايخو احسن من يمه، والله فايخو اللي كان بريال مدريد احسن من اسينسيو. لاعب منفوخ اعلاميا يحس روحه راموس. يا اخي اي راموس؟ ليفانتي هواي عليك، سلتفيجو هواي عليك، انت مو ذاك المدافع السوبر اللي لعبك اساسي بهيك مباريات. لازم يعرف اربيلو ان كثره تبديل اللاعبين وتغيير مراكزهم راح يسبب عدم انسجام بين اللاعبين، وخاصه بالخط الدفاعي. انت خط الدفاعي اي غلطه بهدف، لان يعني اللاعبين في هاي الحاله يحفظون مراكزهم، يتفاهمون فيما بينهم. اما انت كل مباراه لعبت تشكيله جديده، صدقني راح تبقى تعاني وتبقى تخسر وما راح تستغل الفرص. بالاضافه لاكو شغله مهمه، ريال مدريد ما اعرف ليش جاي يفكرون مباراه بنفيكا. اليوم الفريق من جاي يلعب، جاي يحسك انه هو خسران 3-0 بملعب النور امام بنفيكا، انت فايز 1-0، المباراه جايه بملعبك الاياب، فانت رسميا راح تتاهل. ليش هذا التفكير الزايد بمباراه بنفيكا وتضيع عليك الدوري؟